عليكم. كنا عاوزين نحطم صنم جديد، بس واضح ان تبعات الحلقة الأولى لسه ما عدتش، فهنضطر نعمل فيديو ده نرد فيه على شوية حاجات جات لي من الحلقة الأولى. أنا بفتكرها كلها. أنا عارف إن الدوشة ده هتحصل من الأول، عشان كده سميته هدم أصنام. ما هدم الأصنام مش بالسهل برضه، هيعمل دوشة كتير، مش هتعدي كده يعني. فهو فعلا تستحق كلمة هدم أصنام، سلسلة ممتازة. المهم تعال نرجع للتعليقات. هرب أفتكرها. أول نقطة، في حد قال لي ان سبب المعركة ما كانش اسباب مادية، وده ليه بقى؟ اصل هو النبي وهو في مكة عرضوا عليه ان ياخد سلطة وفلوس ومش عارف ايه، هو اللي رفض. حبيبي، الصفقة لما راحت تتعمل او العرض اللي راح بيه على ما اعتقد او على ما اذكر كان الوليد بن المغيرة، الراجل كان عنده بتاع 90 سنة ولا حاجة. لما راح للنبي عشان يتكلم معاه في حكاية انهم يدوا له سلطة ومال ومش عارف ايه، ده كان كمين يا حبيب قلبي. هما لا كانوا هيدوا له سلطة ولا مال ولا ليلة، هما كانوا عاوزينه بس يوافق عشان يطلعوا يقولوا للناس شفتوا أول ما اتعرضت على سلطة ومال وافق ونسى الكلام اللي كان بيقوله وجاب ورا. الحقوا يا جماعة، كانت هتبقى فضيحة. هو كان أذكى من إنه يوافق على العرض لسبب بسيط جدا، لأنه عارف إنه جميل. فما تقوليش إنك مبررك إن المعركة أو دليلك على إن المعركة ما كانتش بأسباب مادية هو إنه رفض السلطة والمال اللي عرضوها عليه. ما رفضها عشان كمين يا حبيبي، اترفضت عشان كمين مش عشان حاجة تاني. رفضت عشان كانت كمين من قريش. النقطة الثانية الناس بالنسبة للمسميات، ناس اعترضت بس انت بتقول هو امال اقول هي، انت مستني مني اقول لك ايه؟ او ان انا بقول اسماء الناس عادي، هو المفروض اعمل ايه؟ انزل اسجد سجدتين مثلا؟ ما هم اسمائهم كده وانا غلطت فيهم، مش عارف اقول لكم ايه بصراحة يعني. دول بشر يا جماعة، مش دول بشر مش آلهة يعني. يعني مش المفروض ان انا وانا بقول اسم حد فيهم انزل اسجد سجدتين مثلا ولا اعمل حاجة. انتوا بس متعودين تقلقوا اي حاجة عموما يعني. حتى لو لعب كورة، لو جبت اسمه كده عادي ممكن تتشد. المهم، النقطة التانية، انت بتقول انهم طالعين يقلبوا القافلة. برضه طالعين، ما هم كانوش طالعين يروحوا للقافلة يقولوا لها السلام عليكم القافلة دي هتلزمنا فناخدها ونمشي وكانوا هتعدي كده بالساهل. هم ما كانوش طالعين يعني ياخدوها بالحب يعني. النقطة التالتة بتاعت أبو سفيان لما خلع بالقافلة وشغل دماغه وإيه وطلع صايع وخلع بالقافلة. بيقول لك اصل ابو سفيان هو اللي قال بعت لقريش وقال لهم الحقوا ده جايين يقتلوني وياخدوا مني القافله. هم ما كانوش رايحين يسلموا عليه برضه، احنا هنضحك على بعض وزعلانين من ايه؟ الراجل اكيد بعت قال لهم جايين يقتلوني، ما كانوش رايحين ياخدوا القافله وهيسيبوه عايش، ما كان هيتقتل اكيد يعني. هو اصلا ما كانش هيسلم القافله بسهوله، ما كان هيقاوم وهيتقتل، وساعتها هيتقال ده هو يا عيني اللي قاوم، ده هو بقى ايه المجرم اللي قاوم فايه قتلناه. حاجه كمان، قال لك اصل ابو سفيان وهو راجع بعد ما هم جمعوا الجيش بتاعهم، قابلهم في الطريق قال لهم انا خلاص خلعت بالقافله يلا نلف وشنا ونرجع. هو حصل فعلا بس انا لو مكانهم هحط نفسك مكانهم يا اخي، بعيدا عن بقى ايه امور دنيا، تعال نتكلم بالعقل. انا راجل عندي مثلا شركه ولا مصلحه ولا عربيه بتنقل بضاعه، في ناس طلعت على العربيه بتاعتي حاولت تسرقها بس ربنا ما وفقهمش وخلعت بالعربيه، او العربيه خلعت بايه ببراعه السواق اللي فيها بقى وذكائه وكده. والمفروض لما اعرف الخبر ده اقول خلاص الحمد لله العربيه عدت واسكت. طب ما انا اضمن منين انه مش هيقطعوا عليا طريق تاني وان بتاعتي مش هتتسرق تاني؟ فلما ابو سفيان قابلهم وقال لهم يلا نرجع خلاص انا خلعت، كملوا هم قال لك لا احنا لازم نروح نحارب. ليه؟ عشان يقتلوا اللي هيقطعوا عليهم الطريق. ما هم المره دي عدت، المره الجايه مش هتعدي، هيطلعوا يقطعوا عليهم الطريق تاني. بالمناسبه بقى، عشان ما كنتش عاوز اتكلم في النقطه وعديتها المره اللي فاتت، قطاع الطرق في كل الاديان وفي كل العصور كان لهم عقاب واحد بس، هو القتل. لان ان كان في ناس بتقتلهم وبتصلبهم او بتعلقهم على شجر على خشب على اي حاجه، بتعلقهم على الطريق عشان اي حد يعدي يشوف جثثهم متعلقه ويتقال لهم خلوا بالكم دول كانوا بيقطعوا الطريق، شوف عملنا فيهم ايه، يبقى عبره يعني من الاخر. فلو كانوا طلعوا وقتلوهم او هم كانوا راحوا طلعوا على القافله فعلا واتقتلوا وهم في بيقطعوا الطريق على القافله، كل القبائل المجاوره وايد والدنيا كلها ما كانتش هتغلط بتوع قريش، ما كانش هيدفع فيهم جنيه واحد دي. ليه؟ عشان قطع الطريق جريمه بعيدا عن اي دين يعني.
عشان ما يقول لك اصل القبائل المجاوره كانت هتتعاطف مع قريش. لا، هو اي حد كان هيتقطع على الطريق واتقتل. قطع الطريق ما كانش حد يعبره، قطع الطريق ما كانش ليه ديه يعني. فبالتالي كونهم اصروا يطلعوا يكملوا الحرب رغم ان ابو سفيان خلع وقال لهم ان خلاص البضاعه سليمه، فيعني بالعقل كده ما هو اكيد ده منطقي. بالنسبه لقال ابو سفيان شارك، دي معلومه انت جايبها من عند البحبحاني. ابو سفيان خلع بالبضاعه وما شاركش بدر اصلا. ابنه شارك، اعتقد كان اسمه حنظله، يعني واحد من ابنائه. بالمناسبه ابو سفيان النبي اصلا كان متجوز بنته، وهو كان ابو سفيان لسه ما اسلمش. بالمناسبه برضه دي معلومه كانت تقريبا الزوجه التاسعه، رقم 9، ام حبيبه تقريبا اللي انت كنت مذاكره برضه. فايه دي نقطه ابو سفيان. في نقط ايه تانية اتكلمنا فيها حد قال لي عليها؟ بالنسبة للعدد، اتقتل يا جماعة 14، معلش ده من عندنا دي. انا عارف ان كده هتفرق 14 يعني تقريبا 5% او 5 وحتة يعني. 5% في ساعتين زمن. 5% في ساعتين زمن دي برضو كارثة. ده مش رقم قليل انك تخسر 5% من قوتك في ساعتين زمن. قال لي طب بقى على فكرة، ما الكفار قريش اتقتل منهم 70 واتأثر 70. قتلت منهم 70 في ساعتين زمن، 70 من 1000 وشوية. عارف ده كام؟ ده ما كملش 1%. وده منطقي في حرب زي دي، إن بعد كل ده وبدعم إلهي وملائكة بتحارب والليلة دي كلها إنك تقتل فيهم أقل من 1%. فده إنجاز ليهم على فكرة مش ليك. حرفيا جيش العواجيز العطشانين الحرانين طلع بأقل خسائر يعني. بالنسبة لإيه تاني؟ بالنسبة لمسألة إن هما كانت خناقات قرايب، إحنا خلاص اتفقنا إن كانت خناقات قرايب على فلوس، هي فعلا كانت خناقات قرايب. بالنسبة للناس قالت لك لا ده مش كلهم كانوا قرايب عشان كان فيه الأنصار. طب أنا ما حبيتش أتكلم في نقطة الأنصار عشان أجمل لكم الموقف، بس أنتوا هتضطروا تخلينا نتكلم يعني. بالنسبة للمهاجرين اللي جايين من مكة فإحنا خلاص ماشي، دي الناس سابت فلوسها، معناه إن 3/4 أصلا ما كانوش لاقيين ياكلوا في مكة يعني. كان في اصلا ناس كتير منهم عبيد وناس على قدهم يعني. من الناس اللي كان معاها فلوس تلاقي حد زي ابو بكر مثلا كان معاهم فلوس ماشي، دول ناس اغنياء اللي هم اصلا 3 4 5 6 حاجه زي كده. والباقيين واللي بقيه ال70 هم كانوا 70 واحد، بقيه ال70 كانوا منهم ناس عبيد محررين وناس على قدها يعني، ناس من عامه الشعب بتاع الغنم او بتشتغل عند ناس تانية يعني، بتشتغل عند الناس اللي كانوا سيدات قريش وهكذا. ف دول خلاص يا سيدي هنعتبر ان ال70 دول كانوا كلهم اغنياء ومعاهم ذهب، والذهب بتاعهم متألف منه. بالنسبه بقى للانصار كانوا طالعين الطلعه دي على القافله يعملوا ايه؟ الله اعلم. طب انتوا لكم حاجه في القافله اللي طالعين تاخدوها؟ لا، بس احنا طلعنا وخلاص. بالنسبه لجزئيه الغنايم، حد قال لي برضه، من قال لك ده كانوا دراعين وحتتين حديد ومش عارف ايه. وحد بقى قال لي ايه بقى، مش عارف جابها من عند البحبحاني باين، ان مش عارف كانوا معاهم 1000 جمل و1000 ومش عارف ايه. ليه يابا؟ ليه يابا؟ ده هم كلها بتاع يعني مفيش خطوتين كده في المشوار، مش خطوتين قوي عشان عارف المحنكين اللي هيمسكوا في الكلمه. ما كانتش مستاهله ياخدوا معاهم ليه واحد طالع يحارب ياخد معاه يعني انا واحد طالع حرب فخدت معاه كل حاجتي اللي في البيت، ذهب واشياء وكل حاجتي واخدها معايا وانا طالع. ليه؟ رايح احارب انا ولا رايح اعزل؟ احنا هنهرج؟ ما كل اللي اتسابوا كانوا حتتين حديد، واللي كان معاه مش عارف كام فرس، اللي خلع، واللي ساب له حصان ولا 2 بس كده وبارك الله فيما رزق. انما تقول لي بس الغنايم كانت كتير. في حد قال لي طب بص بقى، هي نعم الغنايم ما كانتش كتير بس هم اثر منهم 70 واحد وتعلموهم. ماشي يا سيدي، ده حاجه ماشي كويس، بس ده هيبقى فاعل ليها وعليها. بمعنى لك اولا انت بتقول ان القريش كانوا متعلمين وكان معاهم فلوس، ان هم جايين الحرب دي من الاخر يعني كانت حرب تأديبية مش حرب طمعا في ماديات. الناس اصلا متعلمين، بدليل انك خدتهم يعلموك او يعلموا الناس اللي معاك يعني اللي ما كانوش متعلمين، واصلا كانوا كده كده اغنياء، لا فرق معاهم لا ذهب ولا فلوس. بس هم طالعين ايه اللي هو انت جاي تبرشط على القافله بتاعتنا، فاحنا طالعين ايه يلا عشان ايه محدش يمسك كده. بالنسبه لمده الحرب
في حد برضه علق لي قال لي ده الحرب ما كانتش ساعتين زمن، لا هي كانت ساعتين زمن. راح قرأ في البحبحاني باين، قال لك أقام 3 ليالي. أقام 3 ليالي في بدر، هي أقام دي معناها إنه حارب؟ هو اللغة العربية أخبارها إيه معاكم يا شباب؟ أقام ده مش معناه إنه حارب 3 أيام، أنتوا فاهمين غلط. أقام 3 أيام ليه يا حبيبي؟ أول يوم لما راحوا أقاموا عشان يقطعوا الطريق على القافلة، كانوا مستنيين مدقدين لها يعني. وتاني يوم لما عرفوا إن قريش جايين فراحوا عشان يلحقوا هم البير ويغطوا عليه أو يستولوا على البير قبل ما يوصلوا بتوع قريش، وبالتالي لما يوصلوا ما يلاقوش مية وهم فرحانين وحرانين. اليوم التالت ده اللي كان يوم المعركة، اللي هو أصلا المعركة كلها كانت ساعتين زمن زي ما قلت لك، الساعتين بتوع إيه؟ بتوع النهار. ما كانوش لسه عندهم حبيبي كشافات إضاءة ليلية وحروب في الليل، كانوا بيحاربوا بالنهار بس. بالنسبة بقى للي قتلوا رؤوس الكفر وما وبيقول لك هو ده الإنجاز ومش عارف إيه، ماشي يا عم ماشي، بس عايز أقول لك حاجة كمان مهمة. واحد زي أبو جهل اللي هو كان إيه كبير الليلة دي كلها أو القائد بتاعهم، لو جيت تقرأ عن موته هتلاقي إن في 4 حاولوا يقتلوه، قتل منهم 3. قبل ما نتكلم عن التفصيلة دي في نقطة برضو قبل ما نرجع لتفصيلة موت أبو جهل، عاوزين نتكلم عن حاجة مهمة. 2 من اللي راحوا يقتلوا أبو جهل غير 2 إخوات، مش عارف حد كان اسمه معوذ والتاني اسمه عوف تقريبا، ابن حاجة، هم 2 إخوات. الاثنين اصلا ما كانوا من الانصار، فلا عمرهم ما شافوا ابو جهل ولا يعرفوه، ولا عمرهم ما يعرفوا ولا يعرفوا شكله. بس عرفوه ازاي؟ راحوا لعبد الرحمن بن عوف كان جنبهم، هو مين ابو جهل في الناس ده يا عم؟ قال لهم اللي هناك ده اهو، روح يلا اقتلوه. بس هنا السؤال بقى، ده سؤال بجد والله، اللي يعرف معلومه يقول لي يعني. ليه عبد الرحمن بن عوف ما راحش يقتله هو وياخد هو الشرف ده، لما هم الاثنين العاديين من عامه الشعب هم اللي قالوا ناخد الشرف ونقتله احنا؟ ولا عشان عبد الناس اللي هتقعد يا عم انا بدلعهم انا حر انا ما غلطتش فيه يعني؟ ولا عشان عبد كان راجل راس مال ومعاه فلوس خاف على فلوسه، خصوصا انه عارف ان ابو جهل اللي كان بيقرب منه كان بيطير رقبته. ابو جهل يا جماعه في الحرب دي كان عنده 70 سنه. ابو جهل كان عنده 70 سنه، رجل 70 حران عطشان، حركته بطيئه، ما كانش بيجري في ارض المعركه، هو كان واقف في مكانه واللي كان بيقرب منه كان بيقتله. وكون 4 حاولوا يقتلوه قتل منهم 3، ده معناه انه كان مبارز فذ، راجل مقاتل مبارز بالسيف لوضعه يعني، كان راجل تقيل في المبارزة، على عكس جيش المسلمين اللي كانوا اصلا رعاة غنم وما كانش فيهم تقريبا حد مقاتل يتقال عليه مقاتل بشق له غبار يعني زي ما بيقولوا. كان غير حمزة وعلي بن ابي طالب، حمزة بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب، دول اللي كانوا جامدين في الفنون القتال. اما الباقيين فكانوا ناس عاديين. ابو جهل ما كانش قادر يتحرك طبعا بحكم السن، ولكنه كان مبارز بيعرف يحرك ايده كويس، انما حركته في الارض المعركه ما كانتش بالمرونه الكافيه، فكان قاعد اللي بيجي له بيطير رقبته. فلو قرات هتلاقي ان مش عارف اسماء الناس اللي شاركت في المعركه، تلاقي فلان الفلاني شارك في قتل ابو جهل، فلان الفلاني شارك في قتل ابو جهل، وكل واحد كان رايح يحاول نفسه يقتل ابو جهل، كل اللي كان بيروح له كان بيجيب رقبته. ازيكم يا شباب، كنت وصلت بس ما عرفتش اكمل الفيديو انا في الطريق. المهم ان ابو جهل ذلك الرجل السبعيني في 4 حاولوا يقتلوه قتل منهم 3. عبد الرحمن بن عوف ما راحش ياخد هو الشرف لانه كان عارف انه هيتقتل، وده على اغلب الظن مش على اغلب، بنسبه 99.9% كان عارف انه هيتقتل. فالمهم الاخين راحوا وكانت حالتهم ايه متبهدله حبتين قصاد الراجل السبعيني الاجمد طبعا في المبارزه والاجمد في القتال عموما. فعبد الله بن مسعود شاف الموقف فراح، فبقوا 3، فبقى الموقف 3-1. 3-1 بيحاربوا راجل سبعيني عطشان من فرهة حرار. الراجل السبعيني قتل 2 منهم اللي هم الأخين. بالمناسبة نسيت أقول لكم، الأخين لما راحوا عشان يقتلوا أبو جهل كان عمرهم كام بقى؟ الكبير كان 35 والصغير 33. فتخيل بقى الأخين التلاتينيين كانوا بيبارزوا الراجل عنده 70 سنة، وأبو 70 قتل الشباب التلاتينيين. كده ايه معلومة نسيت اقولها لكم. لكن الاخين نجحوا في انهم يسيبوه، فاستغل عبد الله بن مسعود الموقف ودخل طير رقبته. وانا وانت وكلنا عارفين ان لو عبد الله بن مسعود كان بيحارب ابو جهل لوحده كان ابو جهل هو اللي قتله. طبعا احنا بنتكلم عن ابو جهل وما اتكلمناش عن ابنه عكرمة اللي كان لسه محدش عارف يمسكه، والناس كلها مسلمين وكفار رافعين شعار واحد بس.
عكرمة ده اصلا قصه هنتكلم عنه بعدين. تعليق كمان قال لي انا حاسس انك متعاطف مع الكفار. احنا لا متعاطفين ولا حاجه حبيب قلبي، احنا بنقول الموقف كما حدث وكما لم ولن يقدر احد على انه يقوله زي ما احنا قلناه او يقول الواقع زي ما حصل بالظبط. طيب تعليق كمان معجب بابو جهل. حبيبي هي مش مسألة معجب، انت بتتكلم عن مقاتل شرس ورجل سبعيني بيقاتل بهذه الكفاءة، وبالمناسبة النبي نفسه كان معجب بيه. مش ذنبي انك ما تعرفش ان النبي كان بيدعي انه نفسه ينضم له واحد من العمرين، لما كان عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام. وبالمناسبة برضه مش ذنب انك ما تعرفش ان عمرو بن هشام هو ابو جهل. فالراجل كان يملك من الكفاءة وهو في سن 70 اللي تخلي النبي يتمنى يكون معاه. طبعا بنتكلم عن الكفاءة القتالية يعني. بالنسبه لابو سفيان اللي بقول عليه الاذكى والاصيع، وهو ما زال الاذكى والاصيع، وهو الوحيد تقريبا اللي طلع بمكسب في الليله دي، لان زي ما ابو سفيان خلع بالقافله وخد الفلوس، لما سادة قريش اتقتلوا في المعركه ابو سفيان بقى هو سيد سادات قريش. يعني قبل ابو سفيان ما يبقى سيد سادات قريش كان ابو جهل هو كل في الكل، هو كبير. ابو جهل كان هو كبير القبيله، كان هو اهم واحد في القبيله. لما ابو جهل اتقتل في المعركه بقى ابو سفيان هو اهم واحد في القبيله، بقى اكبر واحد في القبيله. يعني ابو سفيان الوحيد اللي طلع كسبان ماديا لانه خد القافله والفلوس، وكمان اخد سلطه انه بقى هو اكبر واحد في القبيله واهم واحد في القبيله. الناس قالت عنه جبان، لكنه ما زال الاذكى والاصيع والوحيد اللي طلع مكسب. اظن كده تقريبا رديت على كل التعليقات، علشان اعتقد ما نسيتش حاجه، عشان نقفل موضوع الصنم الاول اللي هدمناه ونشوف صنم تاني في حلقة جاية. يلا سلام.